قناة اللي يدقون عليه يعرفون أرقام المعدين والصحفيين ورؤساء التحرير ومدراء القنوات وناس جايين ما غير بس كأنهم أوصياء على النصر. يعني احنا نتكلم عن تطوير هذا النادي، مش مشاهير هذه يعني حقيقة يعني وش أقول لك يعني بسبب أهم أحد أسباب تدهور النصر. إن قلتها ملاقيف فهم ملاقيف، إن قلتها دبلة سبت فهم دبلة سبت. ها والله أكلمك جد. فالآن أنا أقولها لك يعني، لكن بعض جماهير نادي النصر الموسم الرياضي ما انتهى، بتلقاهم بكره ابد حاطين في مخهم كيف ندعم الخويه ضد الهلال في كاس اسيا. فالعمليه نقالين كلام، تلقاهم طول الليل ينتقلون من بيت الى بيت، بس نقالين بس حكايين وجايين بس كان النادي عاوصي عليه. الحين ايش علاقه هذا الموضوع؟ انا وعلاقه يا رجل لازم تتخلص منها. يا رجل من 15 سنة وهم يرددون العالمية صعبة قوية. يا رجل هذا الشعار البغيض يجب أن ينتهي. إيش بك أنت؟ يا رجل ناس هذول اللي أنا أتكلم عنك يموت النصر ولا يموت هذا الشعار البغيض. النصر يحتاج إلى بطولات، إلى إنجازات، عمل إلى رجل كل لاعب يعتزل يجيبونه في النادي. ما جاب واحد. لا محمد نور يتكلم ما بدون أسماء من جابه؟ أنا ما أعرف. لا والله أنت تعرف عبد الرحمن؟ لا يعرف. أنت تعرف؟ طب لحظة شوي، أنت تعرف؟ يعرف. أنا ما يبدو لي في الصورة إلا واحد. لا يعرف. طب قول لي من جابه. طيب أنا أقولها لك، أي لاعب يعتزل يعصره ناديه يصير النصر مكان له. يا رجل أنت الآن لك 15 سنة من ضياع إلى ضياع، من عام 2000 والفريق ضايع، الفريق لا يحقق أي شيء. أنت تدري نادي النصر ما هو الآن يقول لك النصر وأنا أسألني على مسؤوليتي أنا، النصر من عام 2009 إلى اليوم 2014 صرف أقل شيء 400 مليون لم يسجل ولا بطولة. 400 مليون لم يسجل ولا بطولة. الفتح جاب الدوري ب 22 مليون بلاعبين 9 منهم من النصر.